تجيب حاجه في البيت تحت ولا حاجه. بس هات كده بس كده. هات يا بنتي، مصروف امي. اديني انا وانا اجيب لامك. اختك مضيعه فلوسك كلها على الاونلاين بتاعها اللي كل شويه تجيب منه دوت. بس يا ماما. ايه يا حماتي؟ مين اللي كان على الباب يا سعاد؟ كنت طالبه شويه حاجات اونلاين كده وجات لي، بس انما ايه، روايحها تحفه وجايبه كريمات كده جميله. اونلاين ايه وبتاع ايه يا سعاد؟ حرام عليك يا بنتي، فلوس جوزك اللي بتضيع على حاجات ملهاش لازمه. ليه يا ماما؟ المال مالنا ولازم ان انا اتدلع، وهو كان اشتكالك يعني؟ ما ينفعش يا بنتي، لازم تخافي على جوزك شويه وتحافظي على قرشه. واحافظ على نفسي برضه وادلع نفسي واجيب كريمات وبرفان. خلاص يا ماما، خلاص يا ماما، ما دام هو قابل بكده وراضي بكده خلاص. والله ما حد ما تتعبيش اشتكاش لحد اصلا. ما تتعبيش نفسك على الفاضي. صعبان عليا يا بنتي، فلوس الواد اللي بتروح على حاجات ملهاش لازمه. هو عارف وقابل يا ماما. واو، خلاص. ريحتها تحفه. هي ملهاش الا الكلام دوت. الله يكون في عونك يا ابني. بس ضوافرك دي يا بنتي. هي ضوافري مضايقاكي في ايه يا حماتي؟ مش عارفه، كل ما اجي اقول لك يا ماما انسى ليه كده، ما بعرفش عشان خدت على حماتي اكتر. السلام عليكم. احمد جه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. الحمد لله يا اختي، الحمد لله يا ام. عامله ايه يا سهيل؟ الحمد لله. مالك يا ابني، في ايه؟ اكيد جاي من الشغل تعبان يعني يا حماتي. مفيش والله يا ام، النهارده عملت معاهم مشكله في الشغل اصلا. ليه كده يا حبيبي؟ اسم الله عليك. خصمين لي مبلغ كبير من القبض بسبب التاخير، ولما جيت اتكلمت انت عارفه مش عاجبك، مع السلامه. بقى انا شغال شفتين عشان الواحد يكفي مصاريف البيت، وكمان مش عاجب يعني اخرتيه مرتين ثلاثه في الشهر غصب عني بسبب المواصلات، يخصموا لي خصومات جامده قوي. معلش يا حبيبي وما تضايقش نفسك، ما هو انت بصراحه الحمل عليك تقيل، ما هو انت ما بتصرفش عليا انا بس، ده انت بتصرف علينا احنا الثلاثه يعني. لا حول ولا قوه. فما تضايقش نفسك معلش. يلا طب ده عشان بالك نطلع. الكلام ده يا سعاد. طب يلا عشان تطلع تاكل. طب يلا لقمة عشان انا كده. تعبان، يلا. يا ريتك تنامي بدري عشان تصحيه بدري، عشان ما يتاخرش على شغله. عن اذنك يا بيصحى في ام. ميعاده يا حماتي. عن اذنك يا ام. ابني. مش مستنيه انت تقولي لي انا صحيه امتى. ربنا معاك يا ابني. هحط لك بقى الهدوم في الحمام وهحضر لك استنى يا العشاء. سعاد، كانش في داعي يا سعاد للكلمتين اللي قلتهم تحت قدام امي واختي، ما لهمش لازمه. والله يا احمد كان ليهم داعي، اصل انت ما تعرفش اللي بيحصل من وراك وانت في الشغل. بيحصل ايه يعني؟ اختك كل شويه تطلب اونلاين وبتجيب حاجات من بره جاهزه كتير، وانا خايفه على فلوسك. انا لو مش خايفه عليك انا كنتش هقول لك وخلاص بقى، لكن انت حرام بيطلع عينك في الشغل وهم بيستقوا القلب. بصراحه امك بتهزر، بتاخد معاش قد كده تبقى مساعد معاك حتى بجزء. خلاص طب يا سعاد بقى، هم برضه في الاول وفي الاخر مسؤولين مني. مسؤولين مش مسؤولين، اهو انا عملت اللي عليا ونبهتك وحذرتك. اللي بعد كده انا ماليش دعوه بيه، انا واحده خايفه على فلوس جوزي، وفي بتيجي بتيجي اهو بتشتكي ان بيخصموا منك من مرتب ومش عارفه ايه ومحدش هيديك جنيه. خلصنا بقى يا سعاد، قومي حضر لنا العشاء يا سعاد. امك واختك انا مش عارف، انا وجع القلب لا من الشغل واكل عيش ولا لا من امي واختي ومراتي، ده وجع قلب والله. حلو بقى السود دوت اطلبه، والطرحه دي حلوه قوي، والكريم دوت اطلبهم بقى ويجوني اونلاين. يا سعاد ايه يا حبيبي؟ تعملي ايه؟ كنت قاعده بتفرج على الفيديوهات كده على الفيس. طب تعالي ننزل نشرب الشاي مع امي واختي تحت. انت النهارده اجازه، اقعد بقى معايا النهارده. طب ماشي، هنقعد معاهم ساعه ونطلع. هتنزل ليه يعني؟ هنزل اديهم كده، ادي لامي مصروفها كده عشان لو حبت تجيب حاجه في البيت تحت ولا حاجه. بس هات كده بس كده. هات يا بنتي مصروف امي. اديني انا وانا اجيب لامك. والا اديك انت واجيب لامي. اختك مضيعه فلوسك كلها على الاونلاين بتاعها اللي كل شويه تجيب منه دوت، وامك بتطوحها على الغلط. طب وليه وانت شقيان وتعبان بالفلوس دي؟ انا اخد بقى الفلوس دي واجيب لهم اللي هم عاوزينه، ومن هنا انا بوفر ومنها مش هتتعب بقى وكل شويه تشتغل وتديهم فلوس. يا بنتي يعني امي ولا اختي لو حبوا يجيبوا حاجه انا يقول لك ادينا يا سعاد. ما لو بيجيبوا حاجه ياكلوها ولا يشربوها اقول لك ماشي، لكن بيجيبوا اونلاين. خلاص انا بعمل اللي عليا قدام ربنا، هم يجيبوا بقى اونلاين، يجيبوا من اللي يجيبوه، هم حرين. احمد توعني بس، انا يعني مش هضرك في حاجه، انا عشان مصلحتك. انت قول لها كل اللي انت عاوزاه سعاد هتجيبهولك، بس هتخسر حاجه؟ مش هتخسر حاجه. ماشي يا سعاد، همشي وراكي اما اشوف اخرتها طب ايه. يلا عشان لو هننزل. حماتي يا عسليه.
ايه يا نهى؟ اهلا يا سعاد، ليه ياما؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا قلبي. عامله ايه ياما؟ نقطة هتنزل تفطر ازيك يا معانا يا أحمد؟ احمد. حبيبتي انت عارفه بقى يوم الاجازه بطول في النوم شويه. ربنا يسعدك يا ابني. الله يخليك الله يخليك يا حبيبتي. انت عامله ايه يا نهله؟ الحمد لله الحمد لله احمد يا رب دايما. فطرتوا انتوا يعني؟ الحمد لله. بألف هنا وشفا. الله يهنيك يا الله ابني. يخليك. بقول لك يا سعاد، ايه يا حماتي؟ بتاع الايلاينر ده اللي بيجي ده الاونلاين بتاع النت جابوا ده لك الاوردر بتاعك وماما حاسبته. 300 جنيه يا بنتي. ما اعرفش كان لازمته ايه الحاجات اللي كل كام يوم تجيبيها دي. ده ايه ده؟ بتاع برفان يا اختي وحاجات ما اعرفش ايه ده يا اخويا البتاع اللي بتجيبه دوت. ده مين اللي جابه؟ ايه ده؟ مش انت كنت جايبه ليك يا نهله؟ انا يا بنتي بتستعمل الحاجات انت دي. اللي طالباه وانا بستعمل الحاجات دي. هي كانت قايله لي ان هي عايزه الحاجات دي انا عندي حساسيه منها، ما بطلبش الحاجات دي. يا بنتي ما انت لسه جايبه من كام يوم وقلت لها يا ابني وفري فلوس جوزك للحاجات دي. استني ياما وعن اذنك لحظه بس. يعني انت كنت بتضحكي عليا وتقولي لي امك واختك بيطلبوا اوردر كل شويه اونلاين ومخلصين فلوسك على الحاجات دي بتشتغلي وانت كدابه؟ وانا اكذب ليه؟ بس عليك يا انت ليه؟ سعاد. انت كمان بجحه؟ يعني بنتك ما بتطلبش حاجات من على النت؟ لا ما اطلب ليه؟ بتطلبش. اطلب ايه اللي بعوزه؟ خلاص مش عايز اسمع وانزل صوتك. اجيب. هات الفلوس اللي في ايدك. لا مش هتاخد فلوس. هات الفلوس اللي في ايدك بقول لك. هات خساره فيك الجنيه. ايه ده يا ابني ايه ده؟ بقى انت اخرتها توقعي في ابني فيا؟ الله يسامحك يا شيخه. عايزه اكرهها اخويا فيا؟ سكي ياما. وكرهوا فيكي ليه؟ ما انت اكيد بتجيبي برضه لا مدلعه ما نفسك. بجيبش. من هنا ورايح مش هتمسكي جنيه في ايدك. كل شهر هسيب معاك الفلوس ياما، انت اللي هتمشي البيت. ده ما يرضيش ربنا. لا يرضي ربنا لما تكوني بتضيعي فلوسي وشقايه على الحاجات التافهه اللي ملهاش لازمه دي وفي الاخر تلبسيها في امي واختي وكمان كدابه. يبقى يرضي ربنا. امي الحكيمه هي اللي هتمشي البيت بما يرضي الله. هتشوفي بقى الفرق ما بينك وما بينها. وانا ياما قلت لك بلاش يا بنتي وفري فلوس جوزك، حرام عليكي، جوزك ارزاقي بيجيب الفلوس بالعافيه مفيش فايده فيكي، وفي الاخر تقول اختك اللي بتجيب. فرحتوا يعني لما سخنتوه صح؟ خدوا، انا اصلا مش عاوزه حاجه. خليها تمسك عنك معوزتي. وانا هنعمل بيه من هنا ورايح مش هتمسكي جنيه في ايدك يا سعاد. طالما مش عارفه تحافظي على الجنيه اللي جوزك بيتعب وبيشقى بيه وكمان كدابه. شفتي البت والنبي؟ معلش معلش يا احمد، خدي استهدى يا ابني بالله حاجات، خدي يا استهدى ابني، بالله. امسك امسك يا ابني. خديها. هنعمل بيها ايه؟ لا انا خديها انت. انا ما بستعملش لا الحاجات عشان دي. هي كدابه. عشان هي اصلا لو كانت طلبت مني ان هي عايزه ما حاجه بستعملش الحاجات دي ما كنتش والله. هبخل عليها بحاجه، لكن هي كدابه وعايزه تلبسها لكم انتوا. معلش سامحك يا استهدى سعاد. بالله. شايفه استهدى قله بالله. الادب. وحد الله استهدى من هنا بالله. ورايح ياما. استهدى. كل شهر باذن الله اول ما اقبض هسيب لك الفلوس تمشي انت البيت ياما. هاتي لها اللي هي عايزاه في بيتها. تتلوي يا ابني في وشي. لكن ولا جنيه للحاجات التافهه اللي ملهاش لازمه ديت. احنا لاقيين ناكل لما هنجيب اوردرات ونجيب الكلام الفاضي دوت. الاسبوع اللي فات يا ابني دفعت 300 جنيه برضه. الناس تحمد ربنا ان هي عارفه تاكل وتشرب. كمان اقضوها على الاونلاين. واحد الله كده واهدى يا ابني، اهدى يا ابني صحتك. الناس تراعي ربنا في الراجل اللي بيطلع شقيان وبيطلع عينه طول النهار وفي الاخر هي تضيع فلوسه بمنتهى السهوله بمكالمه تليفون. بس يا ابني كام ازازه؟ لا وملبسها لي انا، ده ملبسها كله لي انا. ليه؟ ده كله ليه؟ افترى. كفايه واحده يا ولاد. افترى. ما عشان جوزها بينزل يلاقي الجنيه في الشارع كده. يعني دفع حول 300 الله جنيه يا في رب. ثلاثه؟ حرام عليك يا بنتي، حرام حسبي عليك الله يا ونعم الوكيل. سعاد. خلاص حرام ياما من هنا ورايح ياما ما تمسكش جنيه، مش ماسكها جنيه اصلا في ايديها. انت اللي تمشي البيت من هنا ورايح. ربنا يستر بقى، ما تبقاش تكشر في وشي. تكشر ولا تضرب دماغها في الحيط. اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط. انا طالما ماشي بما يرضي الله خلاص. ولو حد من اهلها جه يتكلم انا كنت ماشي معاه بما يرضي الله، ما عجبش وبرضه همشي معاه بما يرضي الله. جنيه في ايديها مش هتمسكه تاني. خلصت ماشي على يا كده. ابني، ماشي. بس ربنا انتهى الموضوع على كده. ربنا يستحق. قوم يا ابني يلا. يلا انا طالع يما اتكل على الله. السلام عليكم. ماشي وعليكم السلام. خدي يا بنتي خليهم معاكي. الله يسامحك يا سعاد، الله يسامحك. ليه شفتي كده؟ بتقول لاخويا ايه؟ عايزه توقعوا شفتي فينا يا بتكرهوا بنتي. فيا؟ ده ربنا اللي عالم والله العظيم، والله ربنا اللي عالم بيظهر الحق حتى لو بعد حين. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. يلا الحمد لله. انا هنقوم لجوه يا ماما. ماشي يا بنتي ماشي، ربنا يصلح حالك. الله يسامحك يا سعاد، الله يسامحك يا بنتي. كنت جعانه زي بنتي بالظبط.